السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جيت نعاود لكم القصة ديالي مع الحشمة. المهم هذا يكون أول بودكاست إن شاء الله، ولا أول أوديو غادي نسجل، نتمنى يعجبكم باش نزيد نبارطاجي معكم الجديد إن شاء الله. فكواحد الشخص كبرت كنحشم بزاف بزاف، ولكن الحمد لله لقيت زعما ما حبستش عند الحشمة، وبقيت كنحاول نقلب على شي حل. هاد الحشمه فريمون حيتاش كنشد لي بزاف ديال المشاكل. مثلا في القسم كنبغي نشارك وما كنقدرش نشارك، وما نقدرش نقول الراي ديالي، ولا ما كنقدرش نسول غير بسبب الحشمه. فكنت دائما كنقلب على الحل، و الامور اللي كنت كنديرها باش نقلب على الحل هو انني كنت كنكتب في الريديت دي بوست على الاكسبيريونس ديالي مع الحشمه، وكنسول الناس واش عندكم اني تشيبس ولا اي حلول لهذه المشكله اللي عندي. فغير مؤخرا كنت كنقرا داك لي بوست القدام اللي كتبت في الريديت، وطحت على واحد البوست نيت اللي كنعاود فيه الاكسبيريونس ديالي مع الحشمه. ومني كنت كنقرا هذا البوست هذا المهم كنت كنهضر على المعاناه اللي كيطراو ليا، وفي الاخر كتبت واحد الكلمه اللي هي incapacitated. هاد الكلمه هذه كتعني، نتمنى انني نكون قلتها بواحد الطريقه pronunciation good، المهم لونغلي على قد الحال. المهم هاد الكلمه المعنى ديالها هو العجز او معاق، فهمتيني؟ سيكو بغيت نقول لهم في داك البوست هو انني منين كنبغي مثلا نشارك في القسم كنلقى راسي ما كنقدرش نهز يدي، قلبي تيبدا يضرب، شدني واحد الخلعه بزاف، سيكو ما كنقدرش نهز يدي، بحال انني معاق، فهمتيني؟ وهنا بديت كنتفكر من قريت هذا البوست هذا وعرفت الشرح ديال الكلمه هذه، ان المعنى ديالها هو معاق. قلت مع راسي ماذا لو كنت بصح معاق في داك اللحظه هذه. تيكون الا كنت بصح معاق في داك اللحظه غالبا ما تقدر تقول مع راسك كون غير كان بامكاني انني نهز يدي كره شاركت، كون ما كانش عندي هذه الاعاقه كره هزيت يدي كره شاركت كره درت ودرت ودرت ودرت. بحال هذيك الكلمه اللي كنقولوا لها الظروف، زعما كون تحطوا لي الظروف كره ما عرف شنو درت. مي ها هما الظروف عندك، ها انت تقدر تهز يديك، ها انت تقدر ترفع صوتك، ها انت تقدر تشارك مع الناس، وعلاش ما كتهضرش؟ وهذه أسوأ واكبر مشكله تقدر تطرى ليكم الدراري، سيكو يكون بامكانك، عندك الله عز وجل عطاك النعم ديال انك تهضر، ديال انك تنفق، وما كديرش داكشي، فهمتيني؟ هذا سيقودنا الى المرض. حيتاش علاش قلت المرض؟ خصوصا الامراض العضويه. شنو المعنى ديال المرض العضوي؟ المرض العضوي هو منين شي عنصر من ولا شي عضو من الاعضاء الجسديه ديالنا ما كيقومش بالدور ديالو. منين ما كيقومش بالدور ديالو هنا فين كنقولوا راك مريض. فهنا خصنا نستافدوا واحد الحاجه، ان حنا خلقنا في هذه الحياه لواحد الدور معين، ولا ما قمتيش بداك الدور ديالك المعين راك غادي تمرض يا صديقي. وهنا فين غادي تسبب ليك المشاكل بزاف بحال الاكتئاب والامراض النفسيه وما الى غير ذلك. فمثلا الناس اللي ما كيدوروا السبور، الله عز وجل عطاك اصحابي رجلين، عطاك واحد الجسم زوين ديال انك تخرج تنوض تجري طير وتنقز، وما كتنقزش يا صاحبي راه مشكل كبير هذا. فبغيت نبارطاجي معكم هاد الستوري الصغيره اللي الخلاصه ديالها ما تحكمش على راسك بالمرض او بالفشل، وانت بامكانك دير داك الحاجه. فما دمت حيا وما دمت كتنفس الاكسجين ديال الله عز وجل، نوض خدم على راسك ونوض دير شي حاجه. كان هو هذا البودكاست الصغير، نقدر نسميوه بودكاست، من المهم واحد المشاركه خفيفه طريفه. نتمنى تعجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله.